نتمنى نتعداو الخبر اللي بعده واللي يحكي على التفاعل نتاع التلفزة الجزائرية مع انتصار المغرب. باهي تم تداول صورة خالد من التلفزيون الجزائري يتجاهل تماما فوز المنتخب المغربي أمام إسبانيا، واكتفى بخبر معنون: كأس العالم منتخب إسبانيا يضيع 3 ركلات جزاء ويقصى من الدور الثمن النهائي. مش المرة الأولى اللي يتجاهل فيها التلفزيون الجزائري فوز المغرب. كما نعرفوا ثم أزمة دبلوماسية مازالت متواصلة بين المغرب والجزائر، انعكست بدورها على الرياضة وعلى مباريات كرة القدم. فبعد مباراة المغرب وبلجيكا التلفزيون الجزائري حكى على كل النتائج متاع نهار هكا كيف قاعدين نشوفوا، ما عدا مباراة المغرب وبلجيكا. وتجاهلت وكالة الأنباء الجزائرية والجزائر اليوم كيف صحيفة الشروق المقربة من الحكومة نتائج المنتخب المغربي، واكتفت بنقل أخبار رياضية متفرقة محلية ودولية. صحيفة النهار أشارت إلى أنه بلجيكا ودعت المونديال، وقدام التجاهل الإعلامي هذا اللي نعرفوا سبب متاعه هو الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر بخصوص الصحراء الغربية، نلقاو تفاعل كبير وفرحة كبيرة في الشارع الجزائري بفوز المغرب. الإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة خديجة بن جنة قامت بتهنئة المغرب عبر فيديو من قلب العاصمة الجزائرية عبر حسابها في تويتر يوثق فرحة الجزائريين. فيديو قاعدين نشوفوا فيها على اي اف ام تي في، وعلى قد فرحة الجمهور الجزائري في العاصمة عند الركلة الأخيرة الحكيمي. والله التصويرة الأولى أنا ما زلت شاكل هي فوتوشوب. علاش هما عندهم أزمة دبلوماسية بينات بعضهم، انت في بالك معناها وتعرف ما يخفيش عليك. هي شنو باش يقولوا انتصار المنتخب الإسباني ولا انسحاب المنتخب الإسباني؟ الوسائل المقربة للحكومة داولت الأخبار عادي، رغم اللي احنا مثلا في تونس فرحنا برشا وكتبنا عليه برشا وعنونا عليه برشا وتحدثنا عليه برشا كأنها تونس معناها. كيفاش عودي سامحني؟ كأنها تونس، المغرب كي ربحت كأنها تونس ربحت. اي دونك الجزائر بما انه ثم وسائل اعلام مقاربه للحكومه وثم ازمه دبلوماسيه بيناتهم على الصحراء الغربيه، ما تمش تداول الاخبار بصفه عاديه معناها. والله بانس معناها اللي سكيورتيان اللي نشدوا الرياكسيون نتاع العباد في الشارع. وحتى انا عندي اصدقائي من الجزائر يقول لك الناس كل فرحنا البارح وشيخين وشطحنا وزغرتنا وقوش عليها الجزائر تعديت. مثلا تصرف صبياني، تحب تعليقي تصرف صبياني انه معناها تعدي كالندريي نتاع مباريات الماتش نتاع الماروك تنحيه. تصرف صبياني شويه وما عنده وين يوصل، خاطر معناها زعما كي تلقي باضلالها على الكوره. اي زعما شعبك انت ما في بالوش اللي الماروك بتكور مثلا، ما هو في باله معناها استبلاه كيما برشا صولات ومسؤولين قاعدين يعملوا فيه في الدول العربيه كله المغرب العربي. اما باقي هذيا البوند هذيا نتاع الاخبار اللي مكتوب فيها كاس العالم نقطتين، منتخب اسبانيا يضيع 3 ركلات جزاء ويقصى من ثمن النهائي، كوم كوا ما جبدوش انه المغرب هي اللي ترشحت. ظهرت لي نجم تكون فوتوشوب، نجم تكون حقيقه يا خويا. ماهيش فوتوشوب يا خويا، ربي معاهم. مش كان هما معناها كان حتى وسائل اعلام اخرى معناها مخيبه سياسه كي تدخل في الكوره نقولوا مثلا واحد مخيبوا الغباء، مش مخيبه سياسه، مخيبوا الغباء السياسي مخيبوا فوالا. معناها تنجم تكون عندك موقف، اما هذه خبر فهمت. معناها احنا كلنا نكرهوا اسرائيل، لما كي تفهم اخبار في اسرائيل نقولوه مش يتفسخ معناها، فهمتني شنو نقصد؟ دونك هذاك هو استبلونا تي برا بركاي